أساسية على المائدة الرمضانية، وخصوصا المائدة المغربية. سلو أو السفوف أو التقاوت كله كيف كيسميه على حسب المنطقة، وكذلك كيفية التحضير ديالو كيتغير من منطقة إلى أخرى. وكنتمنى ان هذا الفيديو تلقاو فيه جميع الاجوبه ديال التساؤلات اللي كنتلقاها عبر الانستغرام. فبلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. اذا بالنسبه للمكونات غنحتاجو كيلو ونص ديال الدقيق يكون محمر ومغربل، فيمكن لكم تحمروه في المنزل او في الفران ديال الزنقه. هنا عندنا كذلك كيلو ديال الجنجلان يكون محمر، وغادي نخلي واحد تقريبا 200 غرام جانبا باش غادي نزين به. هنا كذلك غادي نحتاجو 125 غرام من حبه حلاوه. نحتاجو كذلك السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا عندي هنايا واحد 250 غرام. عندي كذلك غادي نحلي بالعسل. هنا العسل ذات الجودة عالية. غادي نحتاج كذلك اللوز اللي منقي ومقلي في الزيت. عندي واحد كيلو محيدة فيه تقريبا واحد 200 غرام. عندي كذلك واحد 300 غرام ديال اللوز خليته بقشور وحمرته في الفرن. عندي هنا الكوزة، ملعقة صغيرة من الملح والمسكة الحرة، كذلك ملعقتين من القرفة تكون مدقوقة على يديكم، يعني طاحنينها بيديكم. هنا كذلك غادي نحتاجو النافع 125 غرام كذلك، يكون حتى هو محمر غير شويه مسخنينه. هنا عندي كأس ديال الزيت، وغادي نحتاج اكثر، غادي تشوفوا باقي المكونات اثناء الطريقه. عندي هنا 300 غرام من الزبده ذات اصل الحيواني، غادي نشعل عليها النار حتى تولي لنا بورنوازيت او الزبده يعني كتحيد فيها البن ديالها. الطريقه راها معروفه. اذا هنايا هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. غادي نبدا، اول حاجه غنبدا بها هي الجنجلان. بعد ما حمرته كنسخنو غير شويه، يعني ما نحمروش نبالغوا في التحمار ديالو حتى كيعطي واحد الرائحه. كنطحنو، وبالنسبه للطحين ديالو كنطحنو غير كنهرمشو، ما كنبالغش في الطحن ديالو. يعني كيف غتشوف تلاحظوا معايا غادي نهرمشو غير شويه. فكيعجبني ان هاد اللوز او هاد السلو كيبانوا فيه دوك المكونات ديالو. ما كنبغيش انا نطحن نيل كل شيء. فبالنسبه لكم الا بغيتو تنيلوه فماشي مشكل، ويمكن لكم كذلك حتى كتجمعوا المكونات. كيف كتلاحظوا معايا انا طحنته بهذه الطريقه. كنضيفوا على الدقيق اللي محمر، كذلك نفس الطريقه بالنسبه للوز اللي قشرته وقليته في الزيت. كيف يمكن لكم نتوما تدهنوه بالزيت، يعني زيت المائده، وديروه في الفرن وتخليه يتحمر على خاطره، حتى هذه ممكن. اذا انا قلت لكم الطريقه اللي استعملت انني قليته في الزيت. وكيف يمكن لكم كذلك تفادوا انكم تقليوه تحمروه بالقشور ديالو في الفرن، يعني ديريكت دهنوه بقليل من الزيت وتدخلوا للفرن يتحمر بالقشور ديالو. انا هنايا اختارت ان نديرهم بجوج، اللي بالقشور ديالو وكذلك اللي منقي بالقشور. هنايا باقي بان ليا غليظ، غادي نزيد نطحنو. اذا بهذا الشكل هذا كي كتلاحظوا معايا. وغنزيدوا على الدقيق والجنجلان اللي كنت سبق ليا طحنته. غادي نطحن كذلك اللوز. هنايا عندي تقريبا واحد 300 غرام اللي بالقشور ديالو كيعطي واحد اللذه للسفوف ديالنا، يعني كيكون متميز هذا السفوف اللي كيكون فيه اللوز بالقشور ديالو. بالنسبه لهذا اللوز هذا اللي بالقشور كنطحنو مزيان، يعني عكس اللوز اللي بلا قشور. وغنزيدو على المكونات اللي طحنت سابقا. هنايا بالنسبه للنافع سخنته في المقلاة، غنسخنو مع عفوا حبه حلاوه.
بعد ما سخنته كنطحنو في الاله الخاصه بالنافع، يعني ماشي ديك الاله باش كتنيلو ليا، وكنغربلو يعني ما كان ماشي كنطحنو ضروري كنغربلوه، وكنعاودو نطحنو كذلك داكشي اللي بقى لنا في الغربال، ونعاودو ثاني نغربلوه حتى كنكملو الكميه اللي عندنا. اذا هنا غادي نزيد الملعقتين ديال القرفه، غادي ناخذ الملعقه الصغيره ديال الملح، غادي نحك الكوزه، هنايا عندي كوزه صغيره، غادي نحك تقريبا حبه ونصف، تكون صغيره، اذا كانت عندكم كبيره فتكتفيو بوحده فقط. غادي نضيف المسكه الحره، واحد 3 حبات كيف كتلاحظوا معايا. بهذه الطريقه يمكن لكم نتوما تطحنوها مع السكر، انا يعني كنطحنها بهذه الطريقه بملعقتين حتى كتولي بودر، يعني بهذا الشكل هذا، وكنضيفها المكونات. غادي نضيف القليل من السكر. هنا بالنسبه للسكر والعسل والزيت على حساب، كنبقى نعجن وكنذوق، وكيبقى على حسب الخليط. هنايا غادي نضيف العسل كذلك. هنا بالنسبه للزبده عفوا درتها فوق النار حتى خدات واحد اللون اللي هو ذهبي، وخليتها حتى كتبرد، ماشي كنديروها سخونه. هنا بعد قبل ما نبداو يعني نخلط المكونات كنخلط النواشف مزيان، عاد باش كنضيف العسل والزبده والزيت. كنضيف الجنجلة اللي ما مطحونش، كيبقى هكا باين، يعني ما كنطحنوش، واحد تقريبا 200 حتى 250 غرام. وهنا غادي نضيف العسل الزيت عفوا، وكذلك العسل اللي ذات ديك النوعيه الجيده. ما نضيفش دفعه واحده، ولكن كنبقى نضيف بشكل تدريجي كيف ما ذكرت سابقا. هنا غادي نصفي هذيك بورنوازيت، كتكون يعني ما سخوناش، كتكون بردات لينا شويه، وكنبقى نخلط العناصر. هنايا كنحتاجو يعني واحد المده ديال الدلك باش ان العجين كتخرج حتى هي الزيت ديالها، ولا كانت القصعه صغيره فضروري اننا نقسموا الخليط لجوج حتى باش نتحكموا في السلو ديالنا، ضروري لان هاد الخطوه مهمه ديال الدلك، فراه ضروري اننا ندلكو السلو ديالنا مزيان. هنا غادي نزرب الفيديو، فقدا لي واحد الوقت باش انني دلكت باش كيخرج ليا داك السلو كيف كتلاحظوا. وفي هذا الاثناء كنزيد مره نزيد الزيت، مره كنزيد البورنوازيت، مره العسل. ملي كنذوق كنلقى باقي الحلاوه ماشي هي، كنزيد العسل كيف لاحظتوا. فاكيد بالنسبه للعسل كيعطي واحد الطيبه ألذ من السكر، فانتم يمكن لكم تضيفوا غير السكر، فلكم الاختيار. وبالنسبه للزبده فهي ضروري انكم خصكم تطيبوها حتى كتاخذ داك اللون الذهبي، وكتعطي واحد الرائحه طيبه. وحتى بالنسبه للصفوف ديالنا كيصبر لنا واحد المده اللي هي اطول. وهذا هو الشكل النهائي ديال السفوف بعد ما خد ليا واحد الوقت طويل في الدلك ديالو باش كيخرج ديك الزيت ديالو. فكنتمنى ان هاد الطريقه تجيكم سهله، فاكيد كنتمنى انكم تجربوه في البيوت ديالكم. فبالنسبه للطعم ديالو كيجي لذيذ بزاف، غنخليكم تجربوه وانتم تحكموا عليه. يعني الطريقه سهله جدا بدون تعقيدات،
وكاين اللي كيبغي يختصر كيديه المحل اللي كطحنوا فيه المسلو باش كيجيكم يعني هكا معلك اكثر. فكنتمنى ان هذا الفيديو لقى الاعجاب ديالكم، وتبخلوش عليا باللايكات ديالكم وكذلك التعليقات ديالكم كيف كنقول لكم، فهي كتهمني بزاف بزاف. كنشكركم على الدعم ديالكم، وكنوعدكم انني غادي نقدم لكم وصفات عما قريب ان شاء الله في شهر رمضان. الله يدخلوا لنا بالصحه والسلامه والعافيه، والى ذلك الحين القاكم بخير وعلى خير والى اللقاء.